بصوا يا جماعة، دي غالبا أول وآخر مرة هعمل ريفيو في شكل فيديو، يعني على حسب انتوا هتحبوا الموضوع أو لأ. بس بصراحة الفيلم ده فشل فشل ذريع، يعني عشان توصل لدرجة الفشل دي انت محتاج تبذل مجهود، يعني انت داخل عشان تفشل، فاهمني؟ فأنا قررت أسجل اللحظة دي، يعني هذه الدرجة من الفشل يجب أن يتم الاحتفاء بيها. تمام. وانا بقرا من ورقه، فعذرا لو صوت الورق بان يعني، والكلام ارتجالي شويه، انا مسجله نقط فبس، فيا رب يعجبكم يعني. الفيلم اللي معانا النهارده هو فيلم ذا اكسورسيزم. الفيلم ده انا كنت فاكره انه هيبقى ريميك للسلسله الاصليه، وانا شخصيا كنت منتظره منه وحاجات يعني غير كده خالص، كنت معلقه عليه توقعات عاليه. بس حقيقة الفيلم وحش 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 وحش، وده كان رد فعلي وانا بشوف. القرف ده. طيب ايه القرف ده؟ خلينا في القضيه الاساسيه. ايه القرف ده؟ ايه القرف ده؟ مبدئيا الفيلم مش فكرة، مش مرعب، الفيلم ممل جدا. يعني انا سجلت اللحظات اللي انا دوست فيها على زرار السكيب، دوست في الدقيقة 16 والدقيقة 30 والدقيقة 44، الدقيقة اللي هي ساعة و9 دقايق أنا نطيت للنهاية. يعني تخيل تعمل فيلم ساعة و33 دقيقة وآخر نص ساعة ملهاش لازمة وأول ساعة ممل. متخيلين يعني؟ هو كان نفسه يعمل فيلم بس معهوش يكمل. ده مبدئيا قبل أي حاجة. فالسبب الوحيد ان حضراتكم تتفرجوا على فيلم زي ده بالنسبه لي ان انتوا تكونوا عايشين في بلد اللي هي فيها باقه النت غير محدوده، وانتوا كده كده دافعين اشتراك المنصه اللي هتعرض الفيلم. بس فالمهم بقى ايه، كده كده انتوا مش خسرانين حاجه غير كده، اوفر بقى. وقد اكون انا حماره برضو يعني، فهشوف. فيعني ده رايي. مبدئيا فيلم وحش ولا حلو؟ الفيلم وحش. طيب الفيلم بيحكي عن ايه؟ الفيلم بيحكي عن ناس هتعمل ريميك لفيلم ذا اكسورسيزم، وبسبب موت البطل الاصلي للفيلم قرروا ان هم يستعينوا ببطل تاني ممثل على قد حاله بيعاني من ادمان الكحول من ساعه ما مراته ماتت. تمام. مراته دي اللي هو سابها مريضه سرطان، وانجرف وراء ادمان الكحول. والممثل ده اصلا كان بيعاني من مشكله ان هو تعرض لاعتداء، او عذرا في اللفظ تحرش من احد الكهنه اثناء ما هو كان عمره حوالي 12 سنه. وده سبب له عقده نفسيه عامه لما يتعامل مع كاهن او يبص الكاهن وهم هيجيبوه يعمل دور الكاهن في فيلم ذا اكسورسيست. وده موضوع ممكن يطلع منه صراع نفسي رائع يعني ده ممكن يطلع منه من هنا لبكره مشاهد وحوارات وتعبيرات بالوش. مفيش حاجه من الكلام ده حصل خالص. مشكلتي بقى مع الفيلم ايه، او ايه الحاجات الوحشه اللي انا شفتها في الفيلم؟ اولا المخرج والكاتبه بيحاولوا يقلدوا مخرج مشهور اسمه اري استر. اري استر ده اللي هو عمل فيلم زي هيريداتري وميد سمر، رب اكون بنطقهم صح بس وما ضحكش الناس عليا يعني. اري استر ده دايما مشهور بان هو بيعمل افلام اللي هي السوبرن اللي هي احداث بطيئه 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 بس ضاغطه على الاعصاب، بتفضل تتصاعد 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 لحد ما نوصل للحظه الانفجار الاخيره. تمام. ودايما بيحاول يناقش قضيه فلسفيه او اجتماعيه، يعني وبنناقشها في اطار رعب. تمام. في هيريداتري مثلا ناقش التفكك الاسري والموروث الاسري اللي احنا بنشيله كحمل على ظهرنا. في ميد سمر ناقش انتصار النسويه، وكان ليه نظره ان احيانا النسويه بتكون سامه زي الذكوريه ما بتكون سامه. ماشي. وهو نجح في ده خالص. هم بقى ما عرفوش يعملوا ده خالص. يعني
الاحداث هو جاي يعمل احداث بطيئه سلو بيرن، ما كانش فيه احداث اصلا، مفيش حاجه حصلت. قضيه فلسفيه ما لقوش اي قضايا، فحشروا موضوع اللي هو الاعتداء من القس ده وما عبروش عنه صح. حتى قال لك يعني هم حبوا يعبروا عن العك اللي هم عملوه، فجابوا جمله على لسان المخرج اللي هو جوه الفيلم، اللي هو عامل دور مخرج جوه الفيلم، ان هم بيعملوا دراما نفسيه بطابع رعب. لا في دراما ولا في نفسيه ولا في رعب، مفيش اي حاجه، مفيش اي حاجه حصلت. يعني انت مثلا عايز تعمل دراما نفسيه عن الصراع بتاع البطل مع الحادثه اللي حصلت له وهو صغير، هو ما اتكلمش خالص طول الفيلم عن الحادثه دي، ما عبرش عنها باي شيء، لا حوار ما بينه وبين بنته ولا اي حاجه. طب رعب؟ انا ما شفتش رعب، مفيش غير خضتين ثلاثة ومتوقعين، أنا عارفة إن الخضة دي هتحصل دلوقتي حالا. حاجة كمان، إحنا طلعنا بنت البطل قوس قزح، ليه؟ أهو كده الموضوع ده هيفرق معانا في إيه؟ ولا حاجة، لا فرق في الشخصية ولا فرق في تسلسل الأحداث. يعني مثلا ما وروناش إن أبوها مش متقبل الموضوع فهيحصل صراع، لا لا لا، هو أبوها أصلا يعني ما بيكلمش معاه ومش فارق معاه. طب إحنا استفدنا إيه؟ ولا أي حاجة يعني. هو ورونا إن هي حبت بطلة الفيلم قصاد أبوها، لو كان حبت بطل الفيلم زيها زي دي ولا فارق أي حاجة، حشر أجندات أجندات أجندات. ولازم نطلعها بتحب واحدة ايه، شوكولاتة سمراء اللون، فعشان نبقى قفلنا بقى أجندة الصوابية شيخ وقسيس، الطفل الصغير اللي شبه يحيى الفخراني، وكلب جولدن ريتريفر وقطه شيرازي. السياسية كلها كلها بقى. واصلا الممثله اللي عامله دور بنت البطل دي الممثله بارده جدا وسيئه، وانا اول مره اشوفها، ما تعرفش تمثل خالص. وطبعا انا توقعت لما دورت ان هي كده في الحقيقه اساسا، فبس عشان نبقى جبنا حد كده و يعني نبقى قفلنا الاجنده بتاعت الصوابيه السياسيه. طب احنا استفدنا ايه؟ الفيلم سيء يا جماعه، ما بتعرفش تمثل. راسل كرو نفسه، الراجل يا جماعه واضح ان هو عيان، الراجل تعبان، عنده تعب جسدي. اولا هو طول المشاهد يا قاعد يا واقف ساند على حاجه، المشهد الوحيد اللي بيتحرك فيه هو سند على الحيطين عشان ينزل سلم، مسند بايديه على الحيطين. واضح ان هو عيان، خصوصا ان هو وزنه زايد جدا، ربما هي حاله صحيه، انا مش بتريق. مخليه كمان مخارج الالفاظ عنده راحه خالص وبيتكلم بصعوبه، عينيه مطفيه، مش عامل دور واحد عينيه مطفيه، لا هو الراجل نفسه عينيه مطفيه، مع ان هو في 2023 كان مصور فيلم ذا بوب اكسورسيست وكان احسن من كده بكتير. فسبحان الله يعني، ربما هو مريض او هو حس ان العمليه مش مستاهله فبطل يمثل، الله اعلم. انا مش فاهمه هو قابل الفيلم ده ليه اساسا يعني. بقى الاصرار على اظهار النهايه ان البنتين دول بقصه حبهم هم الامل، خصوصا بقى لما القس بيقول لهم لقد خلقكم الله على شاكلته واحبكم كما انتم. يا راجل يا راجل يا ناس، حرام عليكم الهم اللي انتوا بتشيلوه لنا ده. مفيش فيلم رعب عدل حتى عشان استحمل، انا اسفه، المشهد ده. لا اله الا الله، ايه اللي انتوا عملتوا ده؟ غسيل اموال يا جماعه، انتوا لو داخلين وبعدين انا عايزه افهم، انتوا لما صورتوا الكلام ده بقى وشفتوه وافقتوا تعرضوه كنتوا داروه والله العظيم. وانا توقعت كده لما الفيلم نزل، يعني نزل في السينمات وفي نفس الوقت على منصات كتيره جدا، انا قلت شكله هيبقى حاجه نيله يعني. 4.6 اللي مدينها له على الاي ام دي دي، والله العظيم خساره فيهم يعني، ده بس عشان ايه؟ راس الكرو يعني، دي ذكريات. في كمان مسكاستنج بقى ابن لذينه. يا جماعه راس الكرو راجل فاتح، عينيه فيها درجه من التلوين وشعره بني، نجيب الممثل اللي عامل دوره وهو صغير في مشاهد الفلاش باك تقريبا قمحاوي، شعره اسود، عينيه سودة، وانا مش بتريق بس دي سماته الوجهيه ان مناخيره كبيره.
طب لدرجة ان انا طول ما انا بتفرج على مشاهد الفلاش باك فاكرة ان ده هيطلع حد تاني في الاخر، ده صاحبه مثلا مات او حاجة زي كده، لا طلع هو ايه ولا اللي انتوا بتعملوه ده. فبصراحة ما تتفرجوش على الفيلم يا جماعة، الفيلم سيء جدا جدا جدا. وإذا كان هم عندهم خطة لإعادة السلسلة أكيد الخطة دي زمانها يعني إيه ذهبت إلى الجحيم يعني. بس هو ده اللي أنا كنت عايزة أقوله يعني. ما أعتقدش إن أنا عايزة أقول أي حاجة تاني عشان هو خلاص كده يعني. الفيلم ده قفل لي اليوم كله سبحان الله. وأتمنى بقى إن مجموعة الأفلام الرعب اللي جاية لسه في أفلام رعب هتنزل في شهر 8 و9 استعدادا بقى للبيج أكتوبر بقى والهالوين وكده. أتمنى ما تكونش بنفس المستوى السيء. وباي باي.